المشروع اللي بنتكلم عليه هو المشروع اللي انا عرضته على الحكومه المصريه في اخر ابريل 2009، ثم عرضته مره اخرى على نفس الحكومه في سبتمبر 2009، يعني في نفس العام، وتم ضربه بالضربه القاضيه من الوزير عثمان محمد عثمان للاسف الشديد. كان وزير افتكر التنميه او وزير الاقتصاد الله اعلم. المشروع اسمه اعاده التوزيع الجغرافي للسكان في الاحوزه المهجوره. هو ده ما نقصد به الاحوزه المهجوره. مفيش هجره اكتر من كده، مهجوره تماما، انما ممكن نوزع فيها سكان. ايوه، ازاي؟ العلم هو الحل. العلماء، علماء الزراعه، علماء التربيه الداجنه، علماء المياه الجوفيه، علماء الجيولوجيا، علماء الطاقه الشمسيه، هيجعلوا من هذا الحيز المهجور ساكن. يسكنوا مين؟ يسكن القرى المكتظه بالسكان في الدلتا، يسكنوا الشباب اللي عاوز يتجوز ومنع من بدء أسرة سعيدة نظرا لعدم وجود سكن، ويسكنوا أيضا المناطق المكتظة المسماة بالعشوائيات. هذا هو المكان الأمثل. احنا النهاردة في عز الظهر، احنا في آخر يونيو تقريبا، وأنا واقف في جو جميل، ريح جميل، مانيش حاسس بالحر. الجو جاف لأن مفيش هنا لا بحر ولا ترعة ولا جو من أعظم ما يكون. وبيفكرني بأن لو الواحد عاوز صحة جيدة زي ما قالوا شم هوا نظيف، مش هتشمه في العشوائيات، مش هتشمه في الدلتا. كل أكل طالع من أرض ما فيهاش أمراض هنا، مش زي الدلتا اللي فيها النماتودة. أنا بعتبر أن أسوأ ما صاب الإنسان المصري من أمراض وتلوث بيئي مرجعه الأساسي التكدس السكاني.